وقت كده انا ما عادش ليا عيشه في الدنيا، انا هنموت وينقطع سلسال الحج سطور من كفر سطور بسبب ابنه وخيبته. بحب مراته جاش 7 بنات لحد دلوقتي مخلفه. السلام عليكم يا حاج سطور. سلام ورحمه الله وبركاته. عامل ايه يا حاج؟ الحمد لله. عامل ايه؟ والله بخير. عامل ايه اني؟ عمل الخايبين عملي. ليه بس يا حاج في ايه؟ انا اللي ما عادش ده ليا انا اللي جيم. زعلان منك والله يا حاج. زعلان من ايه؟ يا حاج ما جيتش تبارك لي امبارح ولا خلفت امبارح. اه وليه خلفت امبارح مش تبارك لي؟ وليت ايه؟ وليت مبارك لك عليه، دي 7 بنت لحد دلوقتي ايه تجيب. المشكله يا حاج؟ 7 بنت ولا 10 بنت؟ مش خلفت مش خلقه ربنا. لا خلقة ربنا احنا ما قلناش حاجة. بس انا اللي انا عملته، كل اللي انا عملته هيضيع هدر. الحاج سطور اتولد في الدنيا ومات، ملهوش حد يورثه، ملهوش حد يرفع اسمه من بعده. الحاج سطور راح، الحاج سطور جه، معايا فلوس في كل حتة، الناس بحالها بتحتفل بيا، وانت يا ابن اللي مقلل مني. كل ده بسبب ايه؟ عامل لي نفسك بتحب لي البيت وعامل لي فيها عبد الحليم حافظ ما انتش عايز تتجوز عليه. انما الحاج سطور بقى عامل زي التراب ده، هو كانه تراب وراح، جه ما اثرش في الدنيا. 7 بنات ايه؟ هو انا اللي اتجوز عليها ليه يا حاج؟ اللي انا عملته كله هيروح لرجاله بناتك. ها ايه اللي هيفضل لك؟ مين اللي هيمشي في عزاك يا عم دبور؟ ولا يمشي في عزايا يا عم دبور؟ ده امر ربنا يا عم. ما هو امر ربنا فوق دماغنا يا ابني، لكن ابحث ودور، ابحث ودور. نعمل ايه يعني؟ نعمل ايه يعني الوقت، قول لي نعمل ايه طيب؟ يعني اسمع الكلام يا قول ابني، يا حاج. اسمع الكلام. انا في مصيبه، انت زعلان مني ان انا ما جيتش باركت لك؟ بنات 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 بنات، في ايه مالك يا عم؟ انا عايز حته عيل نشيله كده ونفرح بيه قبل ما نموت، نتسند عليه ونفرح بيه ونحضر جوازته. انما انت دلوقتي كل شويه بنت 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 بنت، كل ده انت ما انتش عايز تتجوز بقى على بنت المعدوله اللي عندك دي. عامله لك عمل يالا انت ولا ايه نظامك؟ ده عم ده اللي عمل ولا حاجه يا حاج والله. بس انا افرض انا اتجوزت زي ما انت بتقول وجبت عيال بنات تاني، انا استفدت ايه؟ يا عم ما حسين انت فاهم الكلام؟ ابن عيلة هيكل كان برضه نفس النظام كده، جاب 3 4 بنات ولحق نفسه وراح يتجوز واحدة تانية. يا عم غير التربة، غير الارض يا ابني، ما تغير الزرعة يا ابني. ما تزعلش، هيفرض المشكله فيا انا. مشكلة فيك ايه يا عم؟ هو انت يا ابني مش خلفت بنات؟ اللي يخلف بنات يخلف صبيان يالا. طب ما الوليه اللي تخلف بنات تخلف صبيان يا طب عم. ما ماشي يا عم، ممكن تكون الارض التربة بتاعتها غير صالحة يا عم. ما احنا لنا امثله، وعمك حسين ابن عيد هيكل ده راح اتجوز وربنا كرمه بعيلين حبايبه ماشيين حوالين منه. بنشوف انا الناس بنزعل يا عم، انا بنزعل. مين اللي هيورث يا ابني ال50 فدان دولت يا ابني؟ يرجع بقى انا سايبك ورجاله عيالك بناتك دولت يجي يورثوا ويرووا من الرشا بتاعك بقى، وقصه كده وانت قاعد منظرك هيبقى حلو يا ابني. ولا اخواتي يجي يورثوني يا ابني على الحي؟ انت عقلك فيه يا ابني انت؟ نروح انا نتبنى حد على اخر العمر ونجوزه ونخلف عيال؟ كل ده عشان ما انتش من الخميس اللي جاي هناخدك نكتب كتابك اني على البت حسنى بنت عيلة فوزي. خلاص، علشان خاطر انت تجيب لي العيل اللي نتسند عليه ونقول ان اني خلفت وخلفت رجاله. بنات ايه اللي انت داخل لي فيها والقصه دي؟ ما تظبط دماغك يا ابني بقى وسيبك بقى واسترجل كده. انا موافق يا حاج على انا بنحس ان هي اللي سايقاك يالا. لا يا حاج ما تقولش كده، انت مخلف راجل. عيب يا حاج. الراجل ده هنشوفه يوم الخميس. عيب الكلام ده يا حاج، بس صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. اسمع كلامك وتمام التمام. بس لما نروح نتجوز ولو خلفت بنت يالا اللي ياكل مره يالا ياكل 10 يالا، اللي ياكل مره ياكل 10 و2 و3 يالا. يا حاج ماشي، انا عارف اللي انت بتقوله، انا ما بتكلمش على الفلوس. يد واحده تغضبك وواحده ترضيك يالا، يبقى انت برضو عملت اللي عليك وخدت التجربه وخدت شرف التجربه يالا. وبعد ما ناخد شرف التجربه يا حاج وبرضه ما نجيبش، مش هتوجع في طرع. هنستفاد ايه؟ مش هتوجع في طرع. انت هترتاح ساعتها. هنرتاح واسمنا عملنا اللي علينا. خلاص. موافق يا حاج. انما انا ما نقصش بقى ان نشيل زرعتي تشيل كده انا بقى ونموت انا على كده. خلاص يا حاج ماشي. انت هتبقى مرتاح يا حاج، انا تحت امرك يا حاج، وانا كل ليك يا حاج. خلاص كده احسن كلام. خلاص
ماشي. الخميس اللي جاي جهز نفسك كده وتلبس لك جلابيه نظيفه، خلاص، وتيجي معايا وانا نظبط لك الكلام. ماشي؟ انت سنك كام دلوقتي؟ 32. لما اجيب لك عيله كده عندها فرفوره، عندها 20 سنه ولا 14 سنه، فاهم الكلام، تدلعك وتدلعها وتجيب لنا عيل صغير كده حلو، يبقى سطور صغير. خلاص؟ انت شايفه انا ما اقدرش اكسر لك كلمه. احسن كلام. يلا قوم جهز نفسك وظبط نفسك كده. عايز يسيب نبور جاه، عايز يسيب نبور ويوقف حياته على كده، ويموت الحاج سطور بحسرته وما يلاقيش حتى اللي يوقف في معزته ويسلم في الطابور بتاع الناس. يا خرب بيتك يا حاج سطور وضياع ارضك اللي انت قعدت تجمعها من اليمين والشمال.